في عالم مليان صراعات خفية، في ناس بتكسب من غير ما ترفع سلاح، وناس بتخسر رغم إن عندهم كل الأدوات. دي مش حرب بالسيوف ولا بالجيوش، دي الحرب الحقيقية، حرب الحياة. كل كلمة بتقولها، كل قرار بتاخده، كل خطوة بتتحرك بيها، كلها طلقات في معركة طويلة اسمها اللعبة البشرية. لكن سر القوة عمره ما كان في اليد اللي بتضرب. السر الحقيقي دايما في العقل اللي بيحسب، وفي النفس اللي بتفهم قبل ما تتحرك. من أول الملوك في قصورهم لحد رجال الأعمال النهاردة، كلهم كانوا بيلعبوا نفس اللعبة. اللعبة اللي قوانينها مش مكتوبة في الدساتير، لكنها محفورة في التاريخ، في نظرة قائد، وفي خطوة محسوبة، وفي صمت أخفى ألف نية. كتاب 48 قانون للقوة مش مجرد صفحات، ده أقرب لخريطة نجاة، بتعلمك إزاي تبقى اللاعب اللي بيمسك بالخيوط، مش واحد من اللي بيتحركوا على رقعة الشطرنج من غير وعي. ودلوقتي خلينا نبدأ الرحلة من أول خطوة في بناء القوة الحقيقية، قوة الذات. القانون الأول: ما تتكبرش على مديرك. في بداية أي طريق بيكون في دايما حد فوقك، بس هنا بيبدأ أول اختبار للقوة. هل تعرف تلمع من غير ما تضغى؟ ولا تندفع وتولع في نفسك بنارك؟ نابليون في بدايته ما تحداش الملك، اتعلم يستنى اللحظة، يظهر جزء صغير من قدراته لحد ما بقى القائد اللي الكل بيسمع له. القوة مش اندفاع، القوة صبر محسوب، زي موظف ذكي بيخلي مديره يحس إنه المتحكم، بس في الحقيقة هو اللي بيكسب احترامه خطوة بخطوة. الذكاء في التدرج بيفتح أبواب ما تفتحهاش القوة الخام. القانون التاني: ما تثقش كتير في الصحاب، استخدم أعدائك بذكاء. الصداقة ممكن تكون حقيقية وممكن تبقى مصيدة. اللي خانوا الملوك كانوا دايما من أقرب الناس ليهم، لكن العدو واضح والمصلحة بتخليه صادق. الخصم اللي زمان كان بيحاربك ممكن يبقى النهاردة سلاحك الأقوى. فكر بعقل ووزع ثقتك كأنها كنز، مش كل الناس تستحق المفتاح. القانون الثالث: اخفي نواياك. اللي بيكسب اللعبة مش اللي بيتكلم، اللي بيكسب هو اللي يخلي الناس تسأل هو ناوي على ايه. الغموض مش ضعف، الغموض قوة. ماكيافيلي قالها زمان: اجعل الناس تتساءل عنك أكتر مما يعرفوا عنك. زي ستيف جوبز لما خبى أسرار منتجات أبل، خلى العالم كله ينتظره بشغف، وهو الوحيد اللي عارف الخطوة الجاية. القانون الرابع: قول دايما أقل مما تحتاج. الكلمة اللي ما تتقالش ساعات بتبني نفوذ أكتر من 1000 خطاب. القائد اللي يصمت في الموقف الصح بيخلي كل كلمة بعد كده تحسب ليه حساب. في الاجتماعات اللي بيتكلم أقل هو اللي بيبان أذكى. اختبرها بنفسك، اتكلم أقل وشوف الناس تسمع لك أكتر. القانون الخامس: السمعة هي راس مالك. الفلوس بتروح وتيجي، لكن السمعة لو راحت انتهت اللعبة. الملوك كانوا يحاربوا عشان يحافظوا على صورتهم، ورجل الأعمال ممكن يخسر كل حاجة بسبب شائعة واحدة. احمي سمعتك كأنها حياتك، لأنها فعلا حياتك في نظر الناس. القانون السادس: خلي الآخرين يعتمدوا عليك. القوة مش دايما في العضلات، أحيانا في الاحتياج. خلي اللي حواليك محتاجينك، مش عشان تسيطر عليهم، لكن عشان تفضل دايما في المعادلة. اللي بيقدم قيمة محدش يقدر يستغنى عنها عمره ما بيتشال من الصورة. القانون السابع: خلي الناس يجوا ليك. في التسويق، في السياسة، في العلاقات، اللي يعرف يستخدم الطعم الصح بيجذب الكل نحوه بدون ما يتحرك خطوة. خلي حضورك مغناطيس مش مطاردة. القانون الثامن: خلي الناس يحتاجوا دايما لمساعدتك. لو فقدوا احتياجهم ليك فقدت قوتك. اديهم بس اللي يخليهم دايما راجعين لك، من غير ما تديهم كل حاجة. دي مش أنانية، دي إدارة ذكية للعلاقات. القانون التاسع: اكسب بالفعل مش بالكلام. الكلام سهل،
لكن الفعل هو اللي يصنع الهيبة. الناس بتحترم اللي بيعمل مش اللي يوعد. خليك الشخص اللي أفعاله تسبق كلامه، لأن الأفعال هي اللغة اللي الكل بيفهمها. القانون العاشر: ابعد عن الملوثين. في ناس طاقتها بتسحبك لتحت، من غير ما تحس بتفقد حماسك، تركيزك، قوتك. الناس دي اسمهم الملوثين. البيئة هي اللي بتحدد قوتك، فاختارها بعناية. القانون 11: اتعلم تخلي الناس تعتمد على مشاعرك. في كل علاقة في دايما حد بيقود وحد بيتأثر. اللي يقدر يلمس مشاعر الناس هو اللي يمسك المفاتيح. اتعلم تفهم الناس من جوه، خوفهم، طموحهم، احتياجهم، لأن اللي يعرف يحرك الإحساس يحرك القرارات. القوة مش دايما في المنطق، أحيانا في التأثير العاطفي الذكي. القانون 12: استخدم الصدق والكرم كسلاح. الناس بتحب الصدق، بس الصادق بزيادة بيتكسر. استخدم الصراحة في اللحظة اللي توصل بيها للي عايزه. ادي بذكاء مش بعشوائية، زي القائد اللي بيكسب احترام جنوده بحنية محسوبة مش بالضعف. الكرم ممكن يفتح باب، بس لو زاد هيخليك مكشوف. القانون 13: اطلب المساعدة بطريقة تخدم الطرف التاني. الناس بطبعها بتحب تحس إنها بتكسب حتى وهي بتساعدك، فما تطلبش العون كأنك محتاج، اطلبه كأنك بتديهم فرصة يشاركوك مجدك. ده سر بسيط بس عظيم في العلاقات والسياسة وكل شغل الحياة. القانون 14: خلي نفسك دايما أكبر من اللي حواليك، مش بالغرور لكن بالهيبة. المظاهر أحيانا سلاح. لبسك، أسلوبك، طريقة كلامك، كل تفصيلة بتبني صورة، والصورة دي ساعات أهم من الحقيقة. زي الملك اللي ما ينزلش بين الناس كل يوم، مش تكبر، بس علشان يفضل في عيونهم هو ملك. القانون 15: اسحق عدوك سحق كامل. لو سبت باب صغير هيكون طريق رجعته. مش دايما العدو إنسان، أحيانا عادة قديمة أو ضعف داخلي. ما تسيبلوش فرصة يتنفس، اقطع الرجعة وابدأ صفحة جديدة بلا تردد. الرحمة حلوة، بس مش في معركة مصيرية. القانون 16: استخدم الغياب كقوة. ساعات لما تبعد قيمتك بتزيد. اللي بيختفي في الوقت الصح بيخلي الناس تحس بغيابه، زي فنان بيعرف امتى يسيب المسرح علشان الجمهور يفضل مستني رجعته. القوة مش دايما في الظهور، أحيانا في الغموض. القانون 17: خليك غير متوقع. الناس بتخاف من اللي مش عارفين يحسبوه. فاجئهم، غير أسلوبك، خليهم دايما مش قادرين يتنبأوا بخطوتك الجاية. الغموض يولد احترام، وأحيانا خوف ناعم يخدمك. القانون 18: ما تبنيش حصون حواليك. اللي بيحاوط نفسه دايما بيخسر التواصل. اسمع، شارك، بس بحساب. اللي بيعزل نفسه خوفا بيضعف من غير ما يحس. حتى الأسد لازم ينزل الغابة علشان يفضل ملكها. القانون 19: اعرف مين بتتعامل معاه. مش كل الناس زي بعض، فيه اللي كلمة تكسبه وفيه اللي نفس الكلمة تهينه. اقرأ اللي قدامك كويس قبل ما تتحرك. أخطر حاجة إنك تجرح شخص حساس وهو ساكت، لأنه ممكن يكون بيحضر رد عمره. القانون 20: ما تلزمش نفسك بحد أو فكرة. الحرية الحقيقية إنك تفضل دايما مرن. اللي يرتبط بفريق بيتحول لأداة. خليك في النص دايما كأنك الجوكر في اللعبة، اللي محدش عارف هيمشي مع مين، بس الكل عايز يكسبه في صفه. القانون 21: استخدم سذاجة ذكية. الناس بتخاف من الذكي بس بتطمن للساذج، فخليك ذكي بس ما تبينش. خليهم يستهينوا بيك
علشان تسحب خطوتك في هدوء. القوة أحياناً في إنك تخليهم يفتكروا إنك ضعيف. القانون 22 استخدم مبدأ الاستسلام المؤقت. لو الموجة أقوى منك ما تحاولش توقفها، اركبها. اللي يعرف يستسلم بذكاء بيرجع أقوى بعدين، زي المايسترو اللي يسكت لحظة في اللحن بس علشان يضرب بالنغمة اللي بعدها بقوة. القانون 23 ركز قوتك في نقطة واحدة. اللي يضرب في كل الاتجاهات بيضيع طاقته. اختار هدف ووجه كل قوتك نحوه، زي أشعة الشمس لما تتركز في عدسة بتولع نار. التركيز هو السلاح اللي بيحول العادي لأسطورة. القانون 24 تصرف كنبيل راقي. الهبة مش بس في المال أو السلطة، الهبة في الرقي، في الهدوء، في الحضور. خليك زي الملوك، ما تردش بعصبية، ما تبينش توترك. اللي يملك أعصابه يملك اللعبة كلها. لحد هنا وصلنا لنص الطريق. 24 قانون كشفوا لنا قد إيه اللعبة أعقد من اللي كنا فاكرينه. قوانين بتورينا إزاي القوة مش دايما في الصوت العالي ولا في السيطرة، لكن في الفهم والصبر والذكاء. اللي فهم لحد هنا بدأ يخرج من مرحلة اللاعب لمرحلة اللي بيحرك اللعبة. بس صدقني الجزء الجاي مختلف تماما. هناك هتشوف القوة في شكلها الحقيقي، اللي فيها كل خطوة ممكن ترفعك لفوق أو تنزلك للنهاية. فلو الكلام ده لمس فيك حاجة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكمل الرحلة في الجزء التاني، رحلة قوانين القوة، النسخة اللي محدش بيحكيها.